السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طارت سهلة بزاف اقتصادية بحجم عائلي، كتجي لذيذة ورائعة بزاف، تفرحوا بها هكا وليداتكم وبتزيين جد جد بسيط. فبلا ما نطول عليكم خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله بتحضير الكيك. فبالنسبه للكيك عندي 3 ديال الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم متوسط. ضفت عليهم كيس من السكر بنكهه الفانيلا، وضفت كذلك كاس من السكر. بالنسبه الكاس كيهز لينا 200 مليلتر، القياس بالكاس ديال العنبه ما يعادل 180 غرام من السكر. كنضربوا البيض جيدا مع السكر حتى كيندمجوا، وممكن انكم تستعملوا الضراب او الخلاط الكهربائي. انا استعملت غير هذا اليدوي هذا. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف كاس غير ممتلئ من الزيت، كاس الا ربع ما يعادل 150 مليلتر. ثم غادي نقوم باضافه كاس من الحليب ما يعادل 200 مليلتر، وكنوليو كنخلطوا فوق ما ضفنا شي مكون، راه كنوليو كنضربوا. صافي بعد ما ندمجوا المكونات كلهم غادي نبداو الان في اضافه المواد الجافه. فغادي نستعمل هكا واحد المصفاه، ضروري ما نخلو الدقيق وكذلك حتى الكاكاو. فغادي نضيف 2 كؤوس من الدقيق، كل كاس كيهز لينا 120 غرام. غادي نضيف كذلك 2 معالق من الكاكاو المر، وغادي نضيف كذلك كيس من خميرة الحلويات من فئة 16 غرام. الى درتو ديال 7 او 8 غرام غادي ديروا 2 اكياس. هنايا غادي نغربلو هاد المكونات هادو ونضيفوهم. فهانتوما ضروري ما تنخلو الكاكاو، لانه هانتوما كيبقاو هذوك الحبيبات وملي كنخلطوهم مع الخليط ديال الكيك راه كيبقاو بحال هكاك ما كيتحلوش. فضروري ما تنخلو الكاكاو. صافي هنايا كنخلطوا المكونات. فانا بان لي هنايا الخليط ديال الكيك مازال خفيف شي شويه، غادي نضيف له واحد الملعقه ديال الدقيق، ملعقه كبيره. فديروا 2 كيسان عامرين مزيان من الدقيق، كيكون القياس هو هذاك. صافي خاص القوام ديال الكيك ديالنا يكون بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. وطبعا راه الدقيق ضيفوا شويه بشويه لانه كيختلف على حسب النوعيه ديالو. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشرب. وهنايا غادي ناخذ القالب اللي كيدخل الفرن، القالب ديال الكيك اللي دهنته بالزبده ورشيته بالكاكاو. فانا رشيته بالكاكاو، ولكن من الافضل انكم ترشوه بالدقيق. فعاده كنرشو خصوصا هذا القالب هذا اللي كيكون بحال هكا، لانه في الاخير داك الكاكاو كيبدا يبان بحال الا يعني الكيك بحال الا محروق. المهم نتوما ما ديروش هذا الخطا اللي انا درته، رشوا القالب ديالكم من الافضل بالدقيق. صافي هنايا فرغت الخليط ديال الكيك وغادي ندخلو الفرن. فبالنسبه لطريقه الطهي انا كندخلو الفرن اللي كيكون سخون، كنشعلو في الاول غير من الاسفل حتى كتمر تقريبا واحد 30 دقيقه، عاد كنزيد نشعلو هكا من الفوق وكياخد تقريبا واحد 40 دقيقه. وبالنسبه للنار راه كنديرو على نار مهيله على 180 درجه. وإلا كان الفرن ديال الغاز كديروا نار اللي هي مهيله. صافي غادي ندخلو الان الفرن ونمروا لتحضير الكريمه. فبالنسبه للكريمه فهي نفس الكريمه اللي حضرت بها اللي حضرت معاكم بها الكيك السابق اللي عجبكم بزاف. فهنايا خديت الكريم شونتي وريتكم العلبه، خلطته بالماء. ممكن تخلطوه بالحليب كيف ما مكتوب في العلبه او تخلطوه بالماء، المهم الحليب او الماء يكونوا باردين مزيان مزيان. فانا هنا درت له 2 كؤوس من الماء يكونوا ما عامرينش، لانهم اللي كنخلطوه بالماء راه القوام ديالو كيجي شي شويه خفيف. حاولوا تنقصوا
الكميه ديال السوائل اللي كاتبين في العلبه. صافي، وإلا شفتوا الكريمه ديالكم جات خفيفه، فحاولوا تضيفوا لها واحد الملعقه من الجبن الطري، كيعطيها طعم رائع، وفي نفس الوقت الكريمه ديالنا كيولي القوام ديالها زوين بزاف. هذه فقط كإشارة بالنسبة للأخوات اللي كيطلعوا هكا الكريمة وكتبقى معاهم خفيفة، سواء الكريمة السائلة أو هاد الشونتيي هذا. صافي كنبقاو كنضربو حتى كتطلع الكريمه ديالنا. فكيف ما شفتوا عطاتني هكا كميه اللي هي كبيره، حضرت بالنصف الكيكه السابقه، والنصف اللي تبقى راه هو اللي غادي نحضروا به هذا الكيك هذا. وهنايا الكيك ديالنا بعد ما خرجته من الفرن، فكنجربو هكا بواحد العود باش كنشوفوا واش الكيك ديالنا راه طايب. صافي هنايا كنخليوه كيبرد. ملي كيبرد كنتاكدوا بانه ما لاصقش في القالب وكناخذو. فضروري ما تاكدوا بان الكيك ديالكم هكا ما التصقش، خصوصا بحال هذا القالب هذا اللي عندي انا راه كيلصق من الجوانب. الا ما كانش مدهون مزيان مزيان. انا هنا تاكدت بانه يعني الكيك ديالي ما ملتصقش. صافي، وغادي ندوزو الان باش نسقيوه. كناخذ نصف كاس من الحليب، كنضيف عليه واحد الملعقه كبيره ديال الشوكولاته ديال الدهن، او كتضيفوا القهوه سريعه الذوبان، او كتسقيو غير بالحليب اللي بغيتو نتوما. انا كندير هاد الشوكولاته ديال الدهن مع الحليب الساخن، كيعطي واحد المذاق رائع بزاف للكيك ديالنا. وصافي ملي كيذوب هذاك الشوكولاته كتذوب مع الحليب، غادي ندوزو نسقيو الكيك ديالنا. فبالنسبه للكيك كيكون بارد، وبالنسبه للحليب فكيكون سخون. كنسقيو بهذا الشكل هذا، وكنخليوها غير واحد دقيقه او 2 دقائق كتشرب. راه كتشرب بسرعه، كتاخدش وقت. خليتها غير واحد الدقيقه باش تقبض هكا في راسها. وغادي ناخد واحد الصحن وغادي نقلب فيه الكيك ديالي. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنحاول نحيد القالب. فهذا هو الخطأ اللي درت. كيف ما شفتوا راه الكيكه كتبان بحال يعني تحرقات، ولكن راه ما محروقاش، فقط داك الكاكاو اللي دهنت. شوفوا من الوسط الكاكاو بقى هكا ملتصق في القالب، فمن الوسط هانتوما راه كيبان الوجه ديالها كيفاش داير. وبالنسبه لهذوك الجوانب فانا دهنتهم مزيان، لانني خفت القالب يلتصق. دهنتهم مزيان بالكاكاو. داكشي علاش قلت لكم من الافضل تدهنوه غير بالدقيق. صافي، وانتم على حساب القالب ديالكم. انا هذا القالب هذا يعني مره اخرى غندهنو غير بالدقيق. صافي، غادي ناخذ الكريمه. كنحاولوا هكا نديروها في هذيك الحفره اللي عندنا في الوسط، وكنحاولوا نقادوها. فبالنسبه لهاد الكريمه هذه كيف ما قلت لكم، فهذه راه النصف اللي تبقى ليا من الطورطه اللي حضرت معاكم في الفيديو السابق، اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه اللي ما شافش الطارت اللي حضرت معاكم سهله وبسيطه، وبزاف منكم جربوها وعجباتهم. صافي هنا كنقادو الوجه ديال هذيك الكريمه. صافي، وخديت الشوكولاته ديال الدهن ديال نوتيلا، درتها هكا في واحد الكيس بلاستيكي، وغادي نزين بها بهذا الشكل هذا الوجه ديال الطارت. وكناخذ واحد العود وكنبدا ندير خطوط بهذا الشكل هذا، وكل ما درنا شي خط كنمسحوا هذاك العود باش كتجينا هكا تزيين، كيجينا مقاد، وكيكون هذا هو التزيين ديالها. كتجي رائعه بزاف بزاف، والتزيين طبعا بسيط. وبالنسبه للشوكولاته اللي بقات عندي فدرتها هكا في هذوك الجوانب، وغادي ندهن غادي نرش عفوا في هذوك الجوانب هكا اللوز كونكاسي، كيعطيها واحد المنظر زوين. وطبعا راه التزيين كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. شوفوا كيفاش كيجي رائع بزاف بزاف، والطعم ديالو كيجي زوين. فكنعتذر ما غاديش نقطعها معكم حيتاش كنت مصايباها لواحد الصديقه ديالي، فما قدرتش ناخذها لها يعني بحال هكا مقطعه.
ف يعني كيك غادي تشوفوا من هنايا كيفاش كيجي خفيف ورطب بزاف بزاف، خصوصا ملي كتسقيوه هكا بديك الشوكولاته مع الحليب كيعطيه واحد الطعم رائع بزاف بزاف. والتزيين ديالها كيف ما كتشوفوا راقي. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.